اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونستغفر ربنا، وما ننساش ندعي لاخواننا في غزه وفلسطين، ربنا ينصرهم على اعدائهم يا رب، اللهم امين. ما تنسوش بقى تعملوا اعجاب للصفحه بتاعتي ولايك وشير. واللي ما اشتركتش في القناه يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وما تنسوش تعلقوا تعليق حلو واثبتوا الصلاه على النبي في التعليقات. بصوا بقى، النهارده انا جايبه لكم فكره سهله جدا جدا. تقدروا تقولوا بقى مثلا جوع اخر الليل. لو مثلا محتاجه تعملي سندوتش كده سهل وسريع جدا جدا، ده يعتبر حاجة بسيطة جدا وكمان طعمه لذيذ جدا جدا، بمعنى أصح يعني حاجة في الإنقاذ. يعني بتجيبي رغيف عيش عادي خالص، العيش الأبيض بتاع الفرن اللي احنا بنجيبه عادي، ومش شرط اللي انت يكون عندك عيش كريب، احنا هنعمله زي بالظبط زي ما نكون بنعمل كريب. شوفي بقى انت عندك ايه بقى بواقي كده في قلب التلاجة بتاعتك، طلعيه. معايا هنا مثلا رغيف عيش حطيت عليه معلقه كاتشب ومعلقه مايونيز. وبعد كده جبت جبنه موتزاريلا حطيتها في الارضيه بتاعه الرغيف، وزعت عليه، مسكت المقص قصيت الرغيف من النص كده زي ما انتم شايفين. بعد كده كان عندي قطعه بانيه باقيه عندي، قطعتها شرايح كده وهوزعها برضو على الرغيف كله. وبعد كده هجيب قطعة فلفل، عندكم بقى فلفل الوان حطوا اي فلفل، اي حاجة عايزين تزودوها، ممكن عايزين تزودوا زيتون، تزودوا خيار مخلل، اي حاجة انتوا حابينها. انا هنا كان عندي فلفل الوان، اكتفيت بلون واحد بس الاصفر. وبعد كده بتحطوه وتوزعوه كده على الرغيف، وتحطوا بقى جبنة رومي، جبنة موتزاريلا، تعملوا كمان تجيبوا صوص الكاتشب وتاخدوا كمان مرة كده على الوش. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. وبعد كده بنحط الجبنه الموتزاريلا تاني ونلف الرغيف بتاعنا على هيئه الكريب، هيطلع تحفه جدا وما شاء الله اللهم بارك، وسندوتش في الانقاذ جدا. وبمعنى اصح يعني انتوا عارفين احنا في الشتاء، واي حد بيجوع في اي وقت بيبقى عاوز يفتكس اي حاجه كده تفتح النفس. او لو عندك انت مثلا طفل وفجاه طلب منك انك تعملوا له سندوتش كريب ومفيش عندك كريب، هتعملي ايه؟ هو ده ان احنا ممكن نعمله بديل، وطالع ما شاء الله اللهم بارك، والله العظيم تحفة جدا جدا. تقدري بقى اللي انت تعملي للبيت كله. او لو انت مثلا عايزة تروقي على نفسك كده، لو قاعدة لوحدك وحابة ان انت تغيري المود بتاعك بسندوتش جديد عليكي، بدل ما انت مثلا هتقومي تعملي سندوتش جبنة عادي، لا ممكن تعملي بالطريقة دي، بيبقى طعمه جميل جدا وبيفتح النفس وحاجة كده ما شاء الله اللهم بارك يعني. فكرة سهلة وسريعة، وتقدري بقى تكرريها مرة واتنين، تعملي لكوا كلكوا، او لو انتي قاعدة لوحدك، او لو هتعملي لطفل مثلا مستعجل وماشي رايح درس وعايزة تديهوله، يعني حاجة كده في الإنقاذ بمعنى أصح. ما شاء الله اللهم بارك. عندك بقى شرايح بطاطس عايزة تزودي أي حاجة أنت عايزة تحطيها بتحطيها، طالع تحفة. قرري بقى ال الرغيف بالطريقة دي وإن شاء الله يعجبك، ويبقى فكرة سهلة. ما تنسوش بقى اللايك والشير، واثبتوا التعليق، اثبتوا الصلاة على النبي في التعليقات. ويا ريت اللي ما اشتركتش في القناة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل الوصفات والفيديوهات بتاعتي. صلوا على النبي واستغفروا ربنا. وما تنسوش تدعوا اخواننا في غزة وفلسطين، ربنا ينصرهم على اعدائهم يا رب. كرروا دايما الاستغفار والذكر. ما تنسوش انكم دايما تخلوا لسانكم ذكر لله، دايما يعني لسانكم يكون فيه ذكر واستغفار وصلاة على النبي. حبوا الخير لبعض، ربنا يا رب يكرمنا جميعا بكل خير ويبعد عننا كل شر يا رب، اللهم امين. ربنا يصلح حالنا جميعا. ما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة بظهر الغيب. ويلا بقى اللي ما عملتش اعجاب للصفحه بتاعتي تعمل اعجاب للصفحه، وشيروا الفيديوهات على الصفحات بتاعتكم عشان عايز الصفحه بتاعتي تكبر، ادعموني عشان الصفحه بتاعتي تكبر. ما تنسوش اللايك والشير، وعلقوا بقى تعليق حلو واثبتوا الصلاة على النبي في التعليقات، ان شاء الله تكون شافع علينا يوم القيامة. ربنا يا رب يغفر لنا ويسامحنا جميعا يا رب. زي ما انتم شايفين انا بكرر معاكم تاني، ادي الرغيف على وشه من فوق عشان يستحمل من اليمة البيضة اللي هي ورا ان التحميصة بتاعت الرغيف. بعد ما نخلصه معلقة كاتشب معلقة مايونيز بالمعلقة كده بوزعهم على الرغيف كله. وبعد كده ده كان قطعة فلفل اصفر الوان وجبنة رومي
ومعايا جبنه موتزاريلا، ومعايا قطعه بانيه. دي قطعه البانيه والله كانت قطعه باقيه، يعني يا دوبك ابني كان خد منها قطمه وسابها، ما اتاكلتش، ارميها انا يعني؟ يبقى حرام والله، لان كل حاجه غاليه. فهمسكها كده، اقوم مقطعها شرايح بالمقص او بالسكينه زي ما انتوا حابين، وبعد كده هوزعها على الرغيف. دي جبنه موتزاريلا، وبعد كده هحط الفلفل الالوان، وهحط البانيه بعد ما قطعته شرايح، وكمان ايه، الجبنه الرومي، واحط كاتشب تاني وجبنه موتزاريلا، واقفل الرغيف. طاسة عندي او مقلاية او صينية تكون ما بتلزقش، احط فيها معلقة زيت او معلقة زبدة زي ما انتوا حابين، واوزعها كده في الصينية او في المقلاية دي، واقوم حاطة فيها الرغيف بتاعي بعد ما انا لفيته على الوشين الاتنين. الله اكبر، ما شاء الله، اللهم بارك، حاجة كده تحفة. يعني جربوا الطريقة دي وهتعجبكم. سندوتش في الإنقاذ كده حاجة آخر جمال وآخر حلاوة والله. إن شاء الله إن شاء الله الطريقة دي تعجبكم، وفي طرق كتير جدا هعمل معاكم سندوتشات سريعة بالطريقة دي إن شاء الله. يا رب تعجبكم. صلوا على النبي بقى، وما تنسوش تستغفروا ربنا. يلا حطوا لايك دلوقتي، حطوا لايك وشيروا الفيديو. اهم حاجه انت بتاخديه بالمقص كده، القطع اللي في النص، بعد كده بتلفيه مثلث، يعني بتلفي كل الاجزاء على بعضها. بس سهل جدا يعني، طريقته سهله سهله خالص يعني. بعد كده بقى بتدلعيهم كمان بمعلقه صوص من الكاتشب ده او من المايونيز زي ما انتوا حابين، وتقفلي بقى الرغيف زي ما انتوا شايفين كده بالطريقه دي، تطبقيه. بعد كده تعملي زي هيئه الكريب كده مثلث، وتحطيه بقى على معلقه الزيت او معلقه الزبده، ياخد التحميصه التمام ويبقى روعه. جربوه وان شاء الله يعجبكم. في طريقة تانية، بدل ما كنا نطبقه مثلث كده على بعضه، ممكن كنا نتنيه نصين اتنين بالظبط. هعمله معاكم برضو ان شاء الله، انا كنت عاملة في نفس الوقت بس ما صورتش غير ده بس. هعمل ان شاء الله الطريقة دي معاكم برضو، وهنزله لكم عشان لو حد حابب ياخد الفكرة ويبقى يعملها وينفذها. سهلة جدا، معلقة زيت او معلقة زبدة زي ما انتوا حابين، وتحطوا بقى السندوتشات اللي انت عملتيها دي، تاخد وش من ناحية دي وش من ناحية دي، يا دوبك تتحمص تحميصة حلوة كده، وبيبقى طعمه تحفة جدا ما شاء الله اللهم بارك. بعد ما يطلع بقى بترش عليه، بتحط عليه كده من صوص الكاتشب مثلا اللي انت عاملاه، او عايزة تحطي كاتشب ومايونيز، او تسيبيه هم ياخدوا منه زي ما انت حابة. متنسوش بقى تحطوا لايك وشيروا الفيديو وصلوا على النبي واستغفروا ربنا. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، كريب ده ولا مش كريب؟ والله كأنه سندوتش كريب تحفة. يلا اشوفكم في فيديو جديد. صلوا على النبي واستغفروا ربنا. مع الف سلامة، في رعاية الله، مع السلامة.